ب3 تريليونات درهم إماراتي تتنافس المشروعات العقارية العملاقة في سيتيسكيب جلوبال لجذب ما يزيد عن 35 ألف مستثمر وخبير من زوار المعرض. تطوير العقارية في السعودية أوكي، عندنا تطوير عقاري ما شاء الله، وعندنا اللي هو إمكانيات، وعندنا ما أخفيك يعني عندنا الحمد لله إمكانيات وعندنا كل شيء، لكن لابد ان الواحد ياخذ فكره على الشرق الاوسط ككل وحتى بعد خارج الشرق الاوسط. فاللي يعمل في المجال هذا لابد انه يطلع على الشيء هذا، لان هذا مستقبله، ويطور للمستهلك كذلك بعد، ويكون موفر لكل امكانيات وحاجات اللي يطمح لها او الدرجات اللي هو اي مستهلك يحصلها. شركة الأنواء السعودية الوحيدة المشاركة في المعرض، والتي نترقب معرفة تفاصيل توقيعها اتفاقية أكبر صندوق استثمار عقاري بينها وبين شركة سعودية أخرى. بالحقيقة احنا مشاركين اليوم في معرض سيتيسكيب لسبب رئيسي، هو ما هو التسويق طبعا، ولكن احنا اليوم نعرف بالمحفظة الاستثمارية العقارية لشركة الأنواء، ونفرض وجودنا في سيتيسكيب لأنه اليوم يتطلب حاجة العرض، ونفرض الإخوان على المحفظة الاستثمارية. عندنا أراضي طبعا بطبيعة الحال خارج المملكة وبداخل المملكة. اليوم احنا عارضين الأراضي اللي داخل المملكة في مكة المكرمة وفي الرياض وجدة. نبحث عن الشريك الاستراتيجي، والحمد لله احنا اليوم موفقين من بداية اليوم الأول، ومشاريعنا زي ما انتم شايفين معروضة ولله الحمد، وإن شاء الله تكون مشاركة موفقة بإذن الله. ووسط تحولات كبرى شهدها السوق العقاري على صعيد التشريعات والأداء، والتي أسهمت في ترسيخ نضوج السوق العقاري وضخ أكثر من 113 مليار درهم، توج عام كامل بفوز دبي باستضافة إكسبو 2020، ومن المنتظر إعلان جوائز سيتيسكيب للأسواق الناشئة في حفل يقام مساء الاثنين. أشار تقرير جديد إلى أن نمو دبي بواقع 4.9% في العام الماضي أحدث ارتداد استثنائي في القطاع العقاري، وها معرض سيتيسكيب جاء يضع الآمال بإنعاش السوق العقاري العالمي. للإخبارية هيا البدارنة، دبي.